ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض شوربه من الشوربات الاساسيه في كل بيت مصري مجرد ما نلاقي الشتاء دخل، وما ان اليومين دول برد فيلا بينا نعملها، وهي شوربه العدس. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه جدا، بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ويلا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. عندي هنا في حلة هبدأ أضيف كوبايتين من العدس الأصفر مغسولين كويس جدا. بعد كده هبدأ أضيف له المية لحد ما تغطيه، وهضيف له الخضروات اللي أنا محضراها، وهي عبارة عن بصلاية متوسطة الحجم وبطاطساية وحبة طماطم وكوسة، وهضيف 7 فصوص من الثوم. طبعا العدس بيحب الثوم جدا. بعد كده هضيف له كمان جزراية متوسطة الحجم او جزرتين صغيرين، هقلبهم مع بعض تقليبه بسيطه وهسيبه لحد ما يتسلق. انا عندي هنا بدأ يدخل في السلق او ان هو يستوي. هبدأ اضيف له معلقتين من الكمون، وهضيف شويه ميه كمان صغيرين، وهقفل عليه او هغطيه وهسيبه يكمل السوا. اعرف منين ان العدس بتاعي خلاص استوى هو والخضار اللي فيه؟ هبدأ اجيب جزرايه واهرسها بايديا او بشوكة واشوفها بتتهرس معايا بكل سهولة ولا لا. انا هنا كانت محتاجة مجهود شوية فهسيبه حبة كمان. زي ما انتوا شايفين هنا يعتبر العدس بتاعي ما بقاش فيه مية والخضار كله استوى كويس. هقلبه تقليبه بسيطه جدا، وبعد كده هبدا اجيب الهاند بلندر علشان اهرسه او اطحنه كويس قوي. هبدا اطحن العدس مع الخضار كويس جدا لحد ما يبقى معايا ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واتاكد كمان ان مفيش اي خضار عندي ما اتطحنش. انا كده وصل للقوام اللي انا عاوزاه، كل حاجه اتطحنت كويس، وكمان ضفت له شوربه. تقدروا تضيفوا الشوربه اللي انتوا حابينها. دي شوربه لحمه، لو انتوا حابين تضيفوا طبعا في ناس بتحب تضيف شوربه كوارع، فالحريه ليكوا. وهقلبهم مع بعض، وبعد كده هاخد العدس بتاعي واصفيه. انا هنا خلاص صفيته. دلوقتي في الحله هحط معلقه من السمنه، وهضيف عليها بصلاية متوسطة الحجم متقطعة مكعبات صغيرة، وهبدأ احمرها لحد ما تدخل في التحمير. مش عايزاها دبلانة، لا انا عايزاها تدخل في مرحلة التحمير شوية. زي ما انتوا شايفين بالظبط للون دوت. هنا بدأت عندي تدخل في التحمير. هبدأ اضيف لها من كوباية لنص كوباية من الشعرية حسب ما انتوا حابين الشعرية كتير او قليلة. انا هنا ضفت ما يقارب من كوباية من الشعرية، وهبدأ احمرها لحد ما تتحمر معايا كويس، كأني بحمر شعرية للرز بالظبط لحد ما لونها يغمق. انا هنا خلاص الشعرية بتاعتي اتحمرت زي ما انتوا شايفين، ده اللون بالظبط اللي انا عاوزاه. هبدأ دلوقتي اضيف ليها العدس. انا هنا خلاص ضفت العدس، وهبدأ اتبله بملح، وهضيف له كركم علشان بس يعزز معايا اللون. هضيف كمية بسيطة جدا من الكركم، وهضيف فلفل اسود قليل عشان اوريدي الشوربة عندي كان فيها فلفل اسود. بعد كده ضفت له مكعب من مرقة اللحمة، وهقلبه واسيبه يغلي على النار علشان النكهات كلها تاخد من بعضها، وكمان المرقة عندي تدوب. انا هنا العدس عندي خلاص استوى، والشعرية كمان استوت كويس جدا. هقلبه وبعد كده هقدمه في طبق الغرف، وده كان الشكل النهائي للطبق. زينته بعيش محمص وبصل متحمر. يا رب تكون الوصفة بتاعت النهاردة عجبتكم. هنستنى رأيكم تحت الكومنتات تحت الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، اشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.